مادة 9. ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 6/3/2000. وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر. قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية. وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 قرر: مادة 1. تتبع الإجراءات المبينة في المواد التالية في أن جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000. مادة 2. تختار النيابة العامة من صدر في غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصيا أو قيما أو وكيلا عن غائب أو مساعدا قضائيا أو مديرا مؤقتا بالقرار السابق، وذلك لشخصه على يد محضر، فإن اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه، وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون. مادة 3. تختار النيابة. المادة 22. يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل. ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي: لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا، ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط. يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر، بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة. المادة 23. مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي: مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ. المادة 59. يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة 58 من هذا القانون القواعد الآتية: 1. إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش، يعدل معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي، وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً. وإذا نقصت درجة العجز عن 35%، أوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة 53 من هذا القانون. 2. إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضاً من دفعة واحدة، يراعى ما يأتي: ألف، إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35%، استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى، مخصوماً منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة. المادة 108. تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص. الباب 9. الخزانة العامة. المادة 109. أموال صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون أموال خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستسبين منها، ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. المادة 110. الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة قوانين أو قرارات خاصة، فتلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة، ويجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة في الصرف. المادة 148. تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمنين عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 118 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي 30 يوما من تاريخ الطلب المشار إليه. المادة 149 تختص الهيئة بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. المادة 150 تلتزم جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها الهيئة إليها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها. ويجوز للهيئة أن